السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا أكلاتنا اليومية. أكلتنا النهاردة ما يختلفش عليها اتنين، كده حاجة جميلة كده وخفيفة. هنعمل النهاردة الكبدة بالردة بمكونين اتنين، هنخليها تحفة. حاجة كده جميلة وخفيفة هتفتح النفس على طول. عندنا بقى ايه المكونين بتوعنا؟ هم 4 فصوص من الثوم وليمونة بس. شايفين بقى المقادير بتاعتنا؟ لا جبنا حاجات خزعبلية حاطينها ولا حاطين حاجات مش موجودة. طبعا عندنا الليمون وعندنا التوم. بنحط كده التوم وبعصر عليه الليمونة بالشكل ده. وطبعا لازم هنحط بقى الملح والتوابل بتاعتنا. فهنحط دلوقتي معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الأسود. شايفين بقى بالشكل ده كده. طبعا الملح حسب الرغبة بس بنكترش فيها الملح. وهنحط نص معلقة من الفلفل الأسود بالشكل ده كده. وبحط معلقة من التوم البودر ومعلقة من البصل البودر بالشكل ده. وطبعا كبدة ضروري ولازم نحط الكزبرة الناشفة بتديها طعم جميل جدا، بتوديها في حتة تانية خالص. فانا حاطة معلقة كزبرة كبيرة كده محترمة. ما تنسيش الكزبرة دي مع الكبدة بتديها طعم تحفة. حتى هتعمليها بالرد او هتعملي الكبده مش يعني بتقليها او مشوحاها كده، ما تنسيش الكزبره دي بتديها طعم جميل جدا. وبحط ربع كوبايه من الميه. ما تحطيش خل عليها. الكبده الجميله بتاعتنا الطازه دي ما بنحطش عليها خل. ممكن تحطي في الكبده المستورده خل، انما الطازه لا. بالشكل ده كده وما تمسكيهاش بايديك. الكبده الطازه بتاعتنا ما بتتغسلش. ما بنحطش عليها خل، ما نغسلهاش بخل، ما بغسلهاش بليمون، ما بتتغسلش خالص. بالشكل ده كده. وما تمسكيهاش بايديك، بتشيليها بقى كده وتحطيها في التتبيله بالشكل ده، بشوكه بمعلقه باي حاجه بالشكل ده كده. طبعا عارفين ان الكبده جميله من الاكلات الحلوه كده الخفيفه السريعه. وطبعا مغذيه وكلها حديد وفيتامينات. بالشكل ده كده في التتبيله بتاعتنا نديها تقليبه كده عشان ندخل التوابل بتاعتنا والثوم والليمون كده جواها بالشكل ده. وبسيبها كده حوالي نص ساعه كده. مش ما تاخرش عليها يعني في التتبيله. نص ساعه حلوه قوي. حضرت بقى هنا طبق الرده بتاعنا الجميل بقى، حاجه كده وهم كده ما شاء الله عليها وعلى طعمها. طبق الردة بقى بتاعنا كده وبحطها بشيلها واحطها في الردة. وايه احاول ان انا ابططها كده بالشكل ده عشان اثبت الردة عليها، عشان تعمل جفر من الردة كده جميل. شايفين بقى بالشكل ده اطلعها كده بالشوكة وبحطها في الردة. شايفين بقى بالشكل ده كده بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. ببططها ازاي كده ان انا اغلفها عشان تعمل غلاف من الردة بالشكل ده كده. شايفين شكلها وهي على شكل شرايح كده بالشكل ده. يعني انت طالما هتعمليها بالردة بتطلبي من الجزار او المكان اللي انت جايبه منه الردة الكبدة ان هو يقطعها لك شرايح بالشكل ده. شايفين بقى ببططها كده بنغلفها خالص بالشكل ده بالردة. لو وصلت معايا للفيديو لحد الردة هنا تنسيش تعمل لنا لايك. بسم الله ما شاء الله بالشكل ده كده. وكده خلاص غلفناها بقى كل القطع بتاعتنا بالشكل ده اهي. تمام كده. هاخدها بقى لزيت يكون سخن وما يكونش غزير قوي ولا كتير قوي، يعني ما يكونش كتير ولا قليل. والزيت بتاعنا برضو ما يكونش سخن قوي. الزيت يكون سخن بس ما يكونش يعني ايه قادح قوي كده، بيبقى وسط بالشكل ده كده. شايفين الزيت بتاعنا؟
انا برضو اختبرته كده بنقطة مية بالشكل ده كده بتعمل ازاي، ان اتأكد ان الزيت بتاعنا سخن بالشكل ده كده، وبنزل بيها في الزيت، ما بتاخدش اي وقت خالص. ما شاء الله بالشكل الجميل ده كده في الزيت بتاعنا، واحدة واحدة كده عشان الزيت ما يبردش. ما بتاخدش اي وقت خالص. بتتحمر بقى من الجهة دي، ببدأ ان انا اقلبها على الناحية التانية بالشكل ده كده، وتحسي انها كشت شوية، تحسي انها صغرت واتغلفت بقى بالجفر كده. الردة شايفين جمالها ما شاء الله. على طول كده بنقلبها الجهة التانية بالشكل ده كده. ولسه في قطعة هنحطها برضو بالشكل ده كده، تحس ان هما كشوا صغرت شوية بالشكل ده كده. خلاص، واتحمرت بقى من الجهة التانية وقلبتهم، وخلاص كده ما بياخدش اي وقت خالص على النار. بجيب كده اطلعها على مناديل مطبخ عشان تصفي كده كل الزيت اللي فيها. هي ما بتشربش زيت، يعني ميزتها ان الردة بتخليها ما تشربش زيت خالص. شايفين قد ايه مستوية والشوكة بتغرز فيها ما شاء الله، ما بتاخدش اي وقت. وطلعت بقى بالشكل الجميل ده كده، وزوقتها كده بشوية خضرة، ما احنا لازم نزوق الاكل بتاعنا كده اللي احنا بناكله. بسم الله ما شاء الله. وعملت سلطة خضراء ومخلل، وعملنا المكرونة الجميلة. ده الراعي الرسمي للكبدة، طالما كبدة يبقى مكرونة. نوعين مكرونة على بعض بالشكل ده كده، وده الخيار مخلل. وطبعا ما ننساش السلطة الخضراء الجميلة بتاعتنا بالشكل ده كده. وده كان طبق رز اصفر كان عندي، سخنته برضو وحطيته جنب الاكل، بيبقى جميل جدا مع الكبدة وبيبقى طعمها حلو معاه. بسم الله ما شاء الله بقى. وده كان غدانا، وده كان اكلنا النهارده بالشكل الجميل ده. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله، الكبده جميله وحاجه تفتح النفس صراحه، كانت تحفه. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي الجميل ده، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.